أكد عبد الرحمن مجدي لاعب الاتحاد السكندري المعار من صفوف نادي بيراميدز أن الراحل إيهاب جلال واجه ظلم كبير لرحيله من تدريب منتخب مصر الأول. وقال مجدي في تصريحاته: أشعر بأن مجالس إدارات النادي الإسماعيلي بيجوا عشان يستفيدوا من الإسماعيلي مش عشان يضيفوا ليه. وأضاف عبد الرحمن مجدي: كابتن إيهاب جلال الله يرحمه هو أكتر مدرب استفدت منه، وهو مدرب في حتة تانية. وتابع: كان عقدي 6 مليون جنيه، ما خدتش غير 2 مليون عشان خاطر كابتن إيهاب جلال. كان إيهاب جلال بيديني فلوس عشان أجيب كوتشات للناشئين وفلوس أوزعها كمان على الناس. ووصل عبد الرحمن مجدي: كابتن إيهاب جلال اتظلم جدا في المنتخب ومحدش سنده، وهو شعر بالقهر في المنتخب، وممكن الوفاة تكون بسبب كده.